السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في عالم الطبيعة تظهر لنا أحيانا مخلوقات وألوان لا تصدق، لكن أغربها على الإطلاق قد لا تكون في الغابات أو البحار، بل في سلال الفاكهة. من فاكهة تلمع كالذهب إلى أخرى تشبه المخلوقات الفضائية. تعالوا نكتشف معا أغرب وأندر 20 فاكهة في العالم. ولتكن البداية بفاكهة الدوريان، تعرف بلقب ملكة الفواكه في جنوب شرق آسيا. رائحتها نفاثة لدرجة أن بعض الفنادق تمنع دخولها، لكن من يتجاوز الرائحة يكتشف طعما يجمع بين الكاستر والكراميل، نادرة وغالية. فاكهة التنين وردية زاهية، موطنها فيتنام وتايلاند. طعمها خفيف ومنعش، يجمع بين الكيوي والبطيخ. ليست نادرة جدا، لكنها تخطف الأذواق. بوذا هاند أو فاكهة يد بوذا، فاكهة عجيبة على شكل يد بأصابع ممدودة، تنمو في الصين. تستخدم رائحتها الليمونية القوية أكثر من أكلها، غريبة ونادرة. المانغوستين تلقب بملكة النكهات في أندونيسيا. لبها الأبيض حلو منعش، يشبه مزيجا بين الفراولة والعنب. فاكهة الآكي من جامايكا، تؤكل فقط بعد نضجها الكامل، لأن الغير ناضج منها سامة جدا. طعمها كريمي، يشبه البيض مع الزبدة. فاكهة الرامبوتان مغطاة بشعيرات حمراء كالأسلاك، حلوة المذاق ومنعشة. الفاكهة المعجزة موطنها غرب إفريقيا، لا تمتاز بطعم خاص، لكن بعد أكلها أي طعام حامض يصبح حلو. تجربة فريدة وغريبة. فاكهة الليتشي، فاكهة صينية رقيقة المذاق، تجمع بين نكهة الزهر والعنب. تعد من رموز الرفاهية في الصين القديمة. فاكهة اللونغان تشبه الليتشي، لكنها أكثر رطوبة وأقل حموضة. يقال إنها عين التنين في الأساطير التايلاندية. فاكهة الأفعى أو تسمى فاكهة السلاك، قشرتها تشبه جلد الثعبان. طعمها مزيج بين التفاح والعسل مع لمسة لاذعة. فاكهة الكينوان أو البطيخ الشائك الإفريقي، داخله أخضر كالهلام بنكهة تجمع بين الخيار والموز. الجاك فروت أكبر فاكهة تنمو على الأشجار في العالم. طعمها قريب من الأناناس والموز، وتستخدم أحيانا كبديل للحوم النباتية. فاكهة القشطة لبها كالكاستر، وطعمها يجمع بين الموز والأناناس. تعد من أغلى الفواكه في أمريكا الجنوبية. بلاك سبوت مظهرها عادي، لكن طعمها مفاجئ، يشبه الشوكولا تماما. مونستيرا ديليسوزا، فاكهة استوائية نادرة، طعمها مزيج مذهل بين الموز والأناناس. تعرف باسم فاكهة الجنة. تفاح اللؤلؤ الوردي، فاكهة أمريكية بلون وردي من الداخل. مذاقها حلو خفيف مع لمسة حمضية. فاكهة جابوتيكابا،
تنمو ثمارها مباشرة على جذع الشجر في البرازيل. طعمها قريب من العنب. فاكهة الباوباب الإفريقية، فاكهة جافة من شجرة العظماء. لبها حامض ومنعش وغني بالفيتامينات. تعد من الكنوز الغذائية النادرة. في الأخير، شكرا لكل من أسدى واهتم. شكرا لكم.